يعني ايه سفر عن طريق التطوع تبع الاتحاد الاوروبي؟ معانا ايمان من تونس هتحكي لنا تجربتها. ايمان، امتى اول مره سافرتي بره تونس؟ ويعني ايه السفر عن طريق التطوع في الاتحاد الاوروبي؟ أول مرة سافرت الخارج من تونس كانت 2019، لكن كانت للأردن. لكن أول دولة أوروبية كانت بريطانيا، زادة 2019. توا ما عادش مع الاتحاد الأوروبي بريطانيا، لكن كتطوع بولندا جيت هوني فيفري 2022. والتطوع عموما بيكون مكاتب اللي بتقدم الخدمه ولا من الاتحاد الاوروبي مباشر؟ فما ويب سايت اسمه European Solidarity Corps تلقى فيه التطوع الكل، يعني برامج تطوع داخل الاتحاد الأوروبي، وانت تختار البرنامج وتقدم وتستنى يعني انهم يقبلوك، وفما بروسيس طويل. وتكلفه الرحله؟ كل شيء مدفوع من عندهم هما، انت ما تدفع حتى شيء. يعني السكن يعطيوك دخل شهري هو بسيط يعني رمزي، لكن يعيشك الفيزا كل شيء. هو العمل التطوعي بيكون مده معينه صح؟ مهم. طيب لو شخص خلص المده وعايز يكمل جوه الاتحاد الاوروبي ده مسموح؟ مسموح في بولندا، مسموح لأنه فما دول أخرى لازمك ترجع لبلادك وتعاود تقدم الفيزا، لكن في بولندا مسموح. أما لازمك أنك يا دراسة يا شغل، يعني حاجة تخليك تقعد في بولندا. وبالمناسبة ال 250 يورو هم بالبولندي 1000 وأكتر من 1000 زلوتي تقريبا. أكثر من 1200 نتصور. يعني 1200، فهو مبلغ كافي إنك هتعيش منه بس مش هتحوش. وزي ما هي قالت التطوع في بولندا تقدر تكمل بعده سواء دراسة أو عمل. في دول تانية حسب البرنامج اللي هتقدم فيه. الموقع هنسيبه في الكومنتات، ما فيهوش أي رسوم. نسبة القبول هي واقفة على حسب أي جمعية اللي أنت بتقدم وعلى حسب البرنامج. فالموضوع فرصة مش هتخسر فيها حاجة. ففكرة إنها هتكلف كام أو نسبة القبول قد إيه، يعني مفيش. هي تجربة زي اللوتري بتاعت أمريكا اللي هي الهجرة العشوائية، بس بالعكس دي نسب القبول فيها أكبر بكتير. طيب أنت كبنت وكعربية، ايه تجربتك مع العنصرية لما طلعتي من تونس مثلا في بريطانيا وبولندا؟ أنا الحقيقة عمري ما واجهت حتى اكت متاع عنصرية يعني في بولندا، لأنه برشا ناس ماخذة فكرة غلطة. العنصريين موجودين في الأماكن الكل يعني، لكن برشا ناس ماخذة فكرة غلطة كونه أوروبا الوسطية والشرقية هم عنصريين أكثر من أوروبا الغربية. لكن هوني لا، أنا كبنت ساعة بولندا بلد آمن، خلينا نقوله 99%. ما فماش تحرش، ما فماش قلق كي تبدأ تمشي في الشارع، تمشي مرتاح في أي وقت في أي مكان. العنصرية الحقيقة حتى مرة ما واجهت حتى عنصرية. ساعات فما النساء الكبار ممتاع هكا يبداو يغزروا لك، ممكن على شعري ولا خاطر مختلفة يعني على البولنديين، لكن من بعد كي تتبسم لهم يتبسموا لك، معناها يشوفوك خاطرك استغراب مختلف. فقط. استغراب، لكن مش نظرة متاع كره وإلا عدم ترحيب. طيب في الختام، إيمان حابة تقول كام نصيحة عن الدول اللي تختاروها في التطوع؟ ولو عندكم أي أسئلة سيبوها في الكومنتات. نصيحتي أهم حاجة، لأنه نعرف برشا ناس تحب تمشي ألمانيا، فرنسا، دول أوروبا الغربية يعني عامة اللي فيها أكثر فلوس واللي الناس تطمع أكثر باش تمشي لها. أذوكم فيهم أكثر تحدي، لأنه كما قلت الأغلبية تقدم على الدول هذيك، فهما عندهم برشا اوبشنز باش يختاروا، وهوني تولي انت تاخذ ريسك في انك ما تتقبلش. فديما ماذا بيكم تختاروا الدول اللي ما يختاروهمش الناس عامة، كما بولندا مثلا والا دول اخرى في اوروبا الشرقية، لانه برشا جمعيات هوني بالحق يبداو يلوجوا على متطوعين وما يلقاوش، فعندك فرصة اكثر هوني. زاد البرامج، اختار البرنامج اللي تلقى فيه روحك، لانهم هما برشا برامج، تدخل على الموقع تلقى برشا حاجات. اختار البرنامج اللي تلقى فيه روحك، اللي يمشي مع المستقبل والمهنة اللي انت تحب تكمل فيها. حاجة اخرى، كي باش تجيو لأي دولة سواء بولندا ولا دولة اخرى، اوكي تنجموا انكم تستمتعوا بوقتكم شهر شهرين، لكن خموا في المستقبل، ما تضيعوش وقت. ابداو لوجوا على خدمة، ابداو لوجوا على دراسة، ابداو لوجوا على حاجة اللي تخليكم تقعدوا من بعد، لأنه بصراحة صعيب إنك تلقى خدمة وإنتي ما عندكش تأشيرة عمل. فلازم إنك تلقى شركة اللي هي مستعدة إنها توفر لك
تأشيرة عمل باش تولي تنجم تشتغل وباش تنجم تقدم للإقامة. فإذا كان أنت ناوي على حاجة أنها تكون sustainable أكثر، ما تضيعش وقتك فقط في أنك تعمل جو، خلينا نقول. فهذو ما هما generally، وكما قالت نجموا تخليوا أسئلتكم كلها في الكومنتس وأنا نجاوبكم عليها.